السلام عليكم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يا حبايبي النهاردة في الفيديو ده هنعمل مع بعض بسكوت اليانسون أو البسكوت المقرمش في الشتا كده، حاجة كده بجد تحفة. أنا أم ندى ودي قناتي مطبخ أم ندى وجنى. لو أول مرة تشوفوني أو تزوروني أتمنى منكم لايك واشتراك، جزاكم الله كل خير. البسكوت الجميل ده بجد يا بنات تحفة، جربوه إن شاء الله هيعجبكم، مقرمش كده وحاجة كده بجد عسل في الشتا جنب كوباية شاي. شايفين القرمشة؟ شايفين ما شاء الله سمكه عامل ازاي؟ حاجة كده بجد تحفة. يلا بينا ندخل على الفيديو بقلب جامد ونشوف مقاديرنا ايه. سموا الله يا حبايبي وصلوا على رسولنا الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه كده معايا بيضتين يا بنات بدرجه حراره الغرفه، نزلت عليهم بمعلقه صغيره من الفانيليا، وهنفضل نضرب بالمضرب السلك كده لحد ما البيض يدوب معانا. هننزل بكوبايه الا ربع من السكر، برضو هنفضل نضرب لحد لما السكر بتاعنا يختفي. وبعد كده هننزل بكوباية الا ربع من الزيت. طبعا لو حابة تقللي نسبة السكر عادي، بس هو السكر بتاعه معتدل وجميل وتحفة بجد. هنفضل نضرب يا بنات، نضرب لحد لما الزيت والسكر كده والبيض يختلطوا مع بعض. وبتختبريه برضو كده، يعني تمسكي الخليط كده بإيدك، لو لقيتيه لسه مخرز تفضلي تضربي لحد لما السكر بتاعك يختفي. شايفين ما شاء الله تبارك الله؟ بعد كده يا بنات معايا كوبايتين ونص من الدقيق، ومعايا معلقتين بيكنج باودر، ومعايا معلقتين كبار لبن بودرة، ومعلقة من اليانسون المطحون. مكوناتنا سهلة وبسيطة. ونسيت اقول لكم يا بنات، مش عارفة المقطع ده راح فين، معلقة كبيرة من الزبادي ورشة من الملح. ان شاء الله مقاديرنا هسيبها لكم في صندوق الوصف. بصوا يا بنات، الدقيق بيختلف من بيت للتاني. انت هتكوني مجهزة جنب منك كوبايتين ونص من الدقيق، تنزلي بالكوبايتين، وبعد كده لو لقيت الخليط محتاج تنزلي بالنص الكوباية التانية. ممكن ياخد منك 3 كوبايات على حسب. بعد كده بالمعلقة كده حبايبي هنبدأ نلم العجينة. وبصوا عشان اقول لكم يعني عشان ما تفكروش ان العجينة باظت او كده، لازم تختبروها بايديكوا وتكون نظيفة بالايد التانية. يعني الايد اللي انت بتعجني بيها دي ما تختبريش بيها العجينة. بعد كده زي ما انتوا شايفين قوامها بيكون بالشكل ده كده، ما تكونش مشققة يعني ولا حاجة. بعد كده هنفرد شوية كده من الدقيق، وبعد كده بالنشابة وهنفرد العجينة. انت ممكن تفردي العجينة كلها، انا هنا يعني قطعتها لكورتين، انت ممكن تفردي العجينة كلها مرة واحدة، بس انا حبيت اعملها على مرتين يعني. بس كده بالنشابة تخلي سمك العجينة ولا هي رقيقة ولا هي تخينة، بحيث ان البسكوتة بتاعتنا تطلع جميلة كده. وانتوا هتشوفوا شكلها عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الله بجد يا بنات. البسكوت ده جميل في الشتا كده جنب كوباية شاي. انتوا عارفين ان الشتا بيحب الحاجات اللي زي كده، البسكوتات والكعك والقراقيش والحاجات اللي زي كده. ما شاء الله تبارك الله، البسكوت ده ما اخدش مني 10 دقايق كده وانا واقفة عملته، بجد تحفة يا بنات. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. طبعا ما تنسوش لايك واشتراك لو عجبكم الفيديو. بعد كده بنلم العجينة يعني انت بتقطعي، انا هنا ما كانش عندي قطاعات بصراحة فقطعت بالكوباية. انت لو عندك القطاعات اللي هي الستانلس بتكون جميلة جدا. بصوا سمك العجينة عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الله. انا هنا بقطع برضو بالكوباية. بصوا انا هنا القناة بتاعتي اقتصادية، اي حاجة موجودة عندك في البيت بتعملي بيها. طبعا احنا عارفين ان احنا ما نوقفش على اي حاجة، اي حاجة موجودة عندنا نشتغل بها يا بنات. بعد كده بلم العجينة زي ما انتوا شايفين، والعجينة دي ما برميهاش طبعا، بعملها تاني بفردها تاني واعملها بسكوت. بصوا بقى الجمال والحلاوة ما شاء الله تبارك الله. طبعا الصاج بتاعي جاهز، بحط فيه ورقة زبدة. ممكن انتي لو بصوا انا عايزه اقول لكم ان الالومنيوم افضل بكتير في تسوية القرص والبسكوتات والحاجات اللي زي كده، بس انا عشان حاطه هنا ورقة زبدة فجميلة جدا. بعد كده على الوش كده شوية من السمسم، بجد بيديله طعم مختلف وبوديه في حتة تانية خالص. لو مش حابة السمسم عادي برضو الوصفة تنفع من غير سمسم، جميلة وطعمها حلو. عايزة اقول لكم اليانسون مخلي ريحة البسكوت تحفة. انتي ممكن تغيري نكهة البسكوت، تعمليه بنكهة البرتقال براحتك خالص. اي نكهة انتي بتفضليها
حطيها. بعد كده عملت الكمية كلها، ما شاء الله تبارك الله. انت لازم تسيبي فراغات بين البسكوتة والتانية عشان هي بتفرش شوية. ما شاء الله تبارك الله، البسكوت بتاعنا طلع بالجمال والحلاوة دي. طبعا درجة التسوية يا بنات عندي عملتها على 200. لو عندكوا يعني درجة حرارة 170 أو 180 اعملوا عليها. بيقعد في الفرن من ربع ساعة لتلت ساعة على على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. ما شاء الله تبارك الله، بجد تحفة تحفة تحفة. جربوه هيعجبكم. بصوا لونه عامل ازاي. طبعا اللبن البودرة اداله اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله تبارك الله، في ثواني عملنا احلى بسكوت لاحلى كوباية شاي في الشتاء. بجد حاجة كده تحفة. والبسكوت اللي انا عملته قبل كده بجد جميل. طبعا عملته على وصفة الشيف نادية السيد، ما شاء الله تبارك الله. والبسكوت ده برضو يا حبايبي عاملاه برضو، شفته على قناتها جميل وعجبني، وحسيت ان هو كده ما شاء الله تبارك الله. قلت لازم اجربه، وقلت لازم اجربه معاكم بجد. يعني طعمه خرافة تحفة. شايفين شكله عامل ازاي؟ ولا القرمشة ما شاء الله تبارك الله. بجد جميل يا بنات، جربوه على طريقتي ان شاء الله هيعجبكم. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين من جوه عامل ازاي؟ هش كده ومقرمش وجميل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.